محور حديثنا اليوم سيكون حول طريقة لعب المنتخب الأرجنتيني الذي يعد أحد أكبر المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم. في مقطع اليوم سنقوم بالإجابة عن سؤالين: كيف سيلعب سكالوني؟ وما هو الدور الذي سيقوم به ليونيل ميسي داخل أرضية الميدان؟ يلعب منتخب الأرجنتين في أغلب المباريات برسم خططي 4-4-2، يتحول في الحالة الهجومية ل 3-4-3. في حالة البناء أو الانتقال من الزون A إلى الزون B، لاعب خط الوسط الدفاعي CDM يعود للخلف ليتمركز بين قلبي الدفاع. عندما يستلم هذا الأخير الكرة يبحث عن التمرير نحو قلب الدفاع المتحرر الذي أمامه حلين: إما التمرير نحو وسط الميدان أو التمرير على الأطراف نحو الظهير. عندما يراقب CDM بشكل جيد ومحكم، في هذه الحالة مثلا قلبي الدفاع في منتخب الأرجنتين لديهم قدرة كبيرة على الصعود بالكرة ثم التمرير لأحد لاعبي الوسط. هنا في حالة أخرى، عندما يكون الضغط ممارسا بشكل جيد جدا على لاعبي خط الدفاع وخط الوسط، كل من دي ماريا وليونيل ميسي يعودان لاستلام الكرة في وسط الميدان وخلق الزيادة العددية ثم التحول بسرعة كبيرة نحو مرمى الخصم بفضل المهارات العالية والسرعة الكبيرة التي يتوفر عليها هذان اللاعبان. في الزون بي، لاعبو وسط الميدان يقومون بدور هام جدا في عملية البناء، لأنهم دائما في عملية بحث مستمر عن لاعب متحرر غير مراقب لتمرير الكرة له. الدور الأساسي لخط الوسط في منظومة المنتخب الأرجنتيني هو إيصال الكرة لميسي أو دي ماريا، إما على الطرف الأيمن أو حتى في وسط الميدان. وهذه بعض الأمثلة تؤكد ما أقوله، جمعتها من مباريات مختلفة. أغلب الفرق التي تلعب أمام منتخب التانغو تحاول القيام بزيادة عددية كبيرة في الطرف الأيمن، أين يتواجد كل من دي ماريا وليونيل ميسي، مما يجعل المساحات كبيرة في وسط ميدان الخصم. وبفضل ديناميكية ليونيل ميسي فإنه يتحرك بسرعة في المساحات الفارغة ليشكل خطرا كبيرا على مرمى الخصوم. عندما تغيب المساحات في وسط الميدان، دي ماريا يقوم بالتحرك بسرعة خلف ظهر الدفاع لتصله كرات طويلة، وبهذه الطريقة فاز منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا أمام المنتخب البرازيلي في النهائي. عندما يكون المنتخب الأرجنتيني في نصف ملعب الخصم، نلاحظ أن الرسم الخططي يتحول ل 3-4-3. عادة يحاولون القيام بالزيادة عددية في وسط الميدان لتحرير الظهيرين الأيمن والأيسر، ليس بهدف القيام بعرضيات، بل من أجل خلق المساحات لليونيل ميسي. ميسي بذكائه العالي دائما ما يتحرك بين الخطوط لاستلام الكرة قرب منطقة الجزاء ليتمكن من أن يشكل خطرا مستمرا على الخصم. كل هذه التحركات يقوم بها الفريق ككل من أجل تحرير لاعب واحد وهو ليونيل ميسي ليتمكن من الدخول للعمق من أجل التسديد. في التحولات الهجومية السريعة أو بعبارات أخرى المرتدات، يعد منتخب الأرجنتين من أفضل المنتخبات في هذا المجال، ببساطة لأن كل من أنخيل دي ماريا وليونيل ميسي لديهم مهارات وسرعة كبيرة. أما لوتارو مارتينيز فيقوم بسحب اللاعبين لتفريغ المساحة أمام ليونيل ميسي أو دي ماريا من أجل التسديد المباشر نحو المرمى. بالنسبة للحالة الدفاعية فإن المنتخب الأرجنتيني لا يتميز في هذا المجال ولا يمتلك تكتيكا مميزا، فطريقة دفاعه كلاسيكية. المنتخب الأرجنتيني لا يجيد القيام بالضغط العالي، لذلك فإنه يعود لوسط الميدان برسم خططي 4-4-2. لاعبي وسط الميدان دي بول أو لو سيلسو يقومان بمساندة الظهيرين. عندما يحاول الخصم الدخول من العمق، قلبي الدفاع يقومان بتغطية منطقة الوسط
ومنع المهاجم من استلام الكرة بأريحية. مثلما هو المنتخب الأرجنتيني منتخب قوي جدا في المرتدات، إلا أنه يمتلك قلوب دفاع بطيئة لا تتوفر على القدرة للعودة بسرعة للدفاع، مما يجعلهم يرتكبون العديد من الأخطاء التكتيكية. نسبة لما شاهدناه في هذا المقطع، فإن المنتخب الأرجنتيني لديه حظوظ كبيرة للتتويج بكأس العالم، لكن تبقى مسألة الطراوة البدنية والبطء الدفاعي أحد أضعف نقاط منتخب التانغو. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية المقطع. نلتقي في مقطع جديد في تغطيتنا المتواصلة لبطولة كأس العالم. إلى اللقاء.